أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أهم المواضيع اللي هتساعدك إن أنت تتحكم في الكود بتاعك، وهي ال if statement. بس قبل ما ندخل في التفاصيل إحنا محتاجين نفهم حاجة أساسية جدا، وهي conditional statement. هي إيه بقى ال conditional statement ديت وبنستخدمها في إيه؟ أنا أعرفه وبعد كده هشرح لك إيه هي ال if statement. طيب يعني إيه conditional statement بقى؟ conditional statement بكل بساطة هي طريقة بتخلي الكود بتاعك ياخد قرار بناء على شرط معين. زي ما احنا في حياتنا بناخد قرارات بناء على مواقف حصلت لنا، فكذلك في الكود ممكن نخليه ياخد قرار بناء على شرط معين حصل. وتعالى اديك مثال برضه عشان تفهم. انت دلوقتي لو عندك طفل عمره 10 سنين، وانت بناء على العمر دوت عايز تتخذ اجراء، يعني ان انت تسمح له ان هو يعمل حاجة او ما تسمحلوش. فاحنا بنعمل تشيك على العمر، اذا كان اقل من او يساوي 10 فاحنا هنمنع ان هو يتخذ اجراء، ولو كان عكس كده فاحنا نسمح له ان هو يتخذ اجراء. ده في الحالة ديت هيكون عمره اكبر من 10، فهيكون عادي ان هو يتخذ اجراء بقى. ولو انت ما فهمتش المثال ده هديك مثال تاني. انت مثلا دلوقتي الدنيا بتمطر، فانت عايز تاخد الشمسية او ما تاخدش الشمسية. فالكونديشن ستيتمنت هتساعدنا ان احنا نعمل كده. لو كانت الدنيا بتمطر هاخد الشمسية، طب لو ما كانتش بتمطر مش هاخد الشمسية. فنفس الفكرة بقى بتحصل عندنا في الكود، ان احنا بنتخذ اجراء بناء على كود معين احنا كتبناه. فتعالى بقى ندخل في اول حاجة وهي if statement. فاحنا محتاجين الاول نعرف ازاي نكتب if statement. عشان تكتب if statement اول حاجة بتكتب if، بعد كده بتحط القوسين، بعد كده الكيرلي براكتس. طيب احنا هنكتب ايه بقى في القوسين ونكتب في الكيرلي براكتس؟ هشرح لك دلوقتي. يبقى الاول اعرف ازاي بتكتب if statement. اول حاجة بتكتب كلمة if، تاني حاجة بتكتب قوسين بعد كده الكيرلي براكتس. طيب بنكتب هنا بقى في القوسين، بنكتب في القوسين هنا الشرط بتاعنا، وناتج الشرط دوت هيكون بترو أو بفولس. في المثال الأول بتاع الطفل احنا كنا محتاجين نعرف إذا كان عمره أقل من أو يساوي 10. فأنا هاجي هنا هكتب أقل من أو يساوي 10، والناتج دوت هيبقى إيه؟ يا ترو يا فولس. بعد كده أنت عايز بقى تتخذ إجراء بناء على الشرط دوت، فأنت بتكتب بقى في الكيرلي براكتس الكود اللي أنت عايزه يشتغل بناء على الشرط ده. طيب تعالى نعمل مثال دوت. أنا أول حاجة هعملها هعمل متغير من نوع int، أسميه مثلا age بيساوي قيمة. فهكتب int ال age بيساوي مثلا 10. طيب بعد كده في القوسين بقى هكتب الشرط بتاعي. فأنا عندي هنا الشرط كان ال age دوت لو كان أصغر من أو بيساوي 10، هعمل هنا إيه؟ هعمل الكود اللي عايزه يتنفذ بناء على الشرط ده. يبقى هنكتب كلمة print الإيه لكنت بس، يعني اللي كان دماغك يكتبه. وتعالى نعمل run. فزي ما انتوا شايفين عمل لي كانت بس. ليه عمل لي كانت بس؟ لأن الشرط عندي اتحقق. طب ليه الشرط اتحقق؟ لأن عملت متغير كان بيساوي 10، وأنا عملت تشيك لو كان أصغر من أو يساوي 10 أعمل أمر الطباعة ده. طيب هو الناتج دوت كان بيساوي في true، فعشان كده اشتغل. تعال نخليه مثلا بيساوي false، يعني هخلي دي مثلا 15. وتعالى نعمل run. فزي ما انتوا شايفين معملش حاجة. ليه معملش حاجة؟ لأن الناتج بفولس. وطالما الناتج بفولس فهو دلوقتي مش شايف ده، يعني هو دلوقتي معتبر إن دي مش موجودة، فعشان كده معملش حاجة. طيب تعالى نعمل مثال تاني. اديتك باسورد وعايز أعمل تشيك على الباسورد دوت. لو كان بترو تكتب كلمة باس، لو كان عكس كده ما تعملش حاجة. فأنا هعمل هنا متغير من نوع string باسورد بيساوي مثلا كلمة عبده. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل كلمة if، وأحط الأقواس. في الأقواس بتاعتي هعمل تشيك على الباسورد ده. فلو كان الباسورد دوت كان يساوي كلمة عبده، هتعمل ايه؟ هعمل print بس. تعالى نعمل run. فزي ما انتوا شايفين عمل لي بس، لأن الشرط دوت عندي اتحقق، لأن الباسورد عندي كان بيساوي عبده، وهنا عملت تشيك لو كان بيساوي كلمة عبده. طيب تعالى مثلا نخلي عبده ديت بتساوي مجدي. وسألتك دلوقتي سؤال، هل الشرط عندك اتحقق ولا لأ؟ فأكيد طبعا هتقولي لأ. ليه لأ؟ لأن أنا حطيت قيمة في الباسورد وكانت بتساوي عبده، وعملت هنا تشيك على عبده كان بيساوي مجدي، فأكيد عبده مش بتساوي مجدي.
فأكيد هو دلوقتي مش شايف دي، مش شايفها ليه؟ لأن الناتج عندي بفولس. تعالى نعمل رن كده ونشوف. فزي ما انتوا شايفين معملش حاجة برضه. ولو ما فهمتش المثالين دول، تعالى اديك مثال تالت. أنا دلوقتي اديت لك مجموعة مواد، كنت عايز أعمل تشيك على المواد ديت، لو كان الطالب نجح فيها فبالتالي نكتب له كلمة congratulate، ولو كان ما نجحش مش هتعمل حاجة. طيب تعالى نعمل المثال ده. أنا دلوقتي هعمل end Arabic مثلا، كانت بتساوي مثلا 50، و end math كانت بتساوي برضه 50. وتعالى نعمل تشيك على المواد ديت. بعد كده هكتب كلمة if، وفي القوس بتاعي هعمل تشيك على المواد بتاعتي. فلو كان مثلا الأرابيك كان أكبر من أو بيساوي 50، and الماث كانت أكبر من أو يساوي 50، هعمل كلمة print الإيه؟ print كلمة congratulate. فما بين الكيرلي براكتس هعمل print ل congratulate ونحط السيمي كولن. وتعالى نشوف، تعالى نعمل print. طبعا هنا congratulation. ليه طبعا كلمة congratulation؟ لأن الشرطين عندي اتحققوا. طيب واحد ممكن يسألني هو إيه أصلا ديت؟ دي حاجة يا شباب في البرمجة اسمها logic operator، دي بنستخدمها علشان نتحقق على أكتر من شرط. يعني المثال اللي عندي فوق كان عندي شرط واحد، والمثال ده كان عنده شرط واحد. طب أنا عايز أتحقق على شرطين. أنت عندك حاجتين، يا إما تعمل AND يا إما تعمل OR. طيب أنا هنا عملت AND. طيب AND دي بتعمل إيه؟ AND ديت بتقولك إن لازم الشرطين عندي يتحققوا. يعني لو كان عملت هنا إن الماس دوت كان بيساوي مثلا 40، فالشرط دوت اتحقق. طيب والشرط دوت ما اتحققش، هل بقى الناتج دوت هيشتغل؟ أكيد مش هيشتغل. ليه؟ لأن عند بتقولك إن أنا لازم الشرطين بتوعي يتحققوا. فتعالى نعمل رن ونشوف. فزي ما انتوا شايفين معملش حاجة. ليه معملش حاجة؟ لأن شرط الماس ما اتحققش، وأنا استخدمت هنا AND. وطالما استخدمت AND فلازم الشروط اللي ما بينها يتحققوا. طيب تعالى نستخدم OR. OR دي عشان بتشتغل إن بتقولك إن أنا لازم يكون على الأقل عندي شرط بيتحقق. حتى لو كان عندي مثلا 50 شرط هنا وعندي شرط واحد بس يتحقق، فأنا هشتغل عادي. فأنا هنا عندي الماس كانت بتساوي 40، والماس دي كانت إيه؟ كانت أقل من 50، وإحنا عملنا هنا تشيك لو كانت أكبر. فالمفروض بلوجيك أند ما تشتغلش، بس في لوجيك أور هتشتغل. ليه هتشتغل؟ لأن أور لازم شرطه هتتحقق عندها. فأنا عندي هنا اتحقق في الأرابيك. طيب تعالى نعمل رن كده. عمل congratulate. ليه عمل لي congratulate؟ لأن شرط الأرابيك عندي اتحقق. ومش شرط بقى إن الماس اتحققت ولا ما اتحققش، المهم يكون عندي إيه؟ شرط اتحقق. طب تعالى نخلي الأرابيك 40، وتعالى نشوف هيتحقق ولا لأ. زي ما انتوا شايفين ما اتحققش. ليه ما اتحققش؟ لأن أصلا ما عنديش شرط هنا اتحقق. يبقى في الفيديو ده يا شباب احنا عرفنا ايه هي الكونديشن ستيتمنت ونستخدمها في ايه، وعرفنا نوع منها وهو اف، ازاي نستخدمه وازاي نكتبه. وعرفنا كمان حاجة مهمة وهي اللوجيك اوبريتور. ان انت عندك حاجتين في اللوجيك اوبريتور، يا اما اند يا اما اور. اند لازم الشروط كلها تتحقق، انما اور مش مهم عندها ان يكون في شرط ما تحققش، المهم على الاقل يكون عندها شرط اتحقق. وبس كده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكون استفدت منه. مع السلامة.